مساءكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. بدء انتخابات إدارات الضواحي في الإقليم الأوسط. تخريج شباب من دورة تدريبية في هندسة الصوت. معطل 11 عسكريا وفقدان 9 آخرين في هجوم نفذه جهاديون غرب النيجر. انطلاق مناورات للجيش الإيراني في جنوب البلاد. ونجاة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا في أسمرة. في غضون ذلك شفي 5 مرضى كورونا من الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6948، شفي منهم 6775 وتوفي 46 مريضا، فيما لا يزال 127 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 7 نوفمبر 2021. بدأت في 83 ضاحية في 13 مديريات أسمرة و3 مديريات الريف في الإقليم الأوسط. بدأت انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى باتباع الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، وحسب الجدول الزمني الموضوع جرت الانتخابات في عد نفاس وعد بيتو وعد موسى وحداس مكان جنة وبرهان عيني وعازين وزبان بدو وكازين وعد قريت وعد نقدو وعد شاخة وعرب ربوع وقلعي وطمامعو وتردشي وصلوت وعداق عربي. وهدفت الانتخابات التي تأجلت لسنة واحدة نتيجة وباء كورونا تغيير الإدارات السابقة التي خدمت منذ عام 2017. وأوضحت مسؤولة متابعة الإدارات والمجالس في الإقليم الأوسط السيدة الماز أبرهة إجراءات الانتخابات تستدعي ليكون عمر الناخب أكبر من 18 عاما والمنتخب أكبر من 25 عاما للجنسين، مشيرة إلى توفير إدارة الإقليم الأوسط كافة اللوازم لإنجاح الانتخابات. هذا وتستمر الانتخابات في الضواحي المتبقية حتى نهاية شهر نوفمبر. تلقى 22 شابا دورة تدريبية لسنة في هندسة الصوت في مؤسسة أوديو فيجوال إريتريا في أسمرة. وأوضح مدير المؤسسة السيد مسجون زراي في مناسبة التخريج في 5 نوفمبر أن المتخرجين قدموا من مختلف الوزارات والمؤسسات، معربا عن ثقته لعملهم على أرض الواقع بفعالية، مستفيدين من التأهيل المصحوب بالمعرفة والتقنية المتطورة. وأكد المشاركون في التدريب على أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية المقدمة، وسيعملون لتطويرها بالعمل ونقلها إلى زملائهم. قدم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية الدبر جائزة عندوماسو للطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2019-2020. وأوضح مسؤول الاتحاد في المديرية الشاب داويت منقسا في مناسبة توزيع الجائزة في 5 نوفمبر، أوضح أن جائزة عندوماسو التي تقدم للطلاب المتفوقين في الإقليم الجنوبي بدأت عام 2014 ب14 طالب، وأن عدد الطلاب الحائزين على الجائزة في ازدياد مستمر لروح المنافسة التي خلقتها. وأشار إلى تقديم الدورات التدريبية المهنية إلى الطلاب إلى جانب تشجيع الطلاب المتفوقين.
استشهد يوم أمس 6 نوفمبر في مدينة تسني عضو إدارة إقليم الكاشبركة المنادل إلياس هبتل جابر عن عمر ناهز 69 عاما جراء مرض ألم به. التحق المنادل إلياس هبتل بقوات التحرير الشعبية عام 1975 وخدم حتى الاستقلال في القوات المقاتلة، وعمل بعد الاستقلال مسؤول لمفوضية الإغاثة واللاجئين في مدينة كسل السودانية وإمهميمي ومديريات الكاشبركة من عام 1994 وحتى عام 2010، ومسؤول الخدمات في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم الكاشبركة من عام 2010 وحتى 2019، ومن عام 2019 وحتى استشهاده مسؤولا لوحدة متابعة الرقابة والنظام في مدينة تسني. والمنادل الشهيد إلياس هبتل متزوج وأب ل4 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى يوم أمس في مقبرة الشهداء في تسني. وتعرب إدارة إقليم الكاشبركة عن بالغ حزنها لاستشهاد المنادل إلياس هبتل، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. فاصل ومن ثم نعود لمواصلة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، يستمر الاضطراب الأمني في النيجر على وقع هجمات منسوبة للجهاديين، إذ أعلنت وزارة الدفاع المحلية مقتل 11 عسكريا وفقدان 9 آخرين إثر هجوم جهادي على موقع للجيش غرب البلاد، حيث لقي 69 مدنيا حتفهم في كمين مطلع الأسبوع وفق ما أعلنت الحكومة. وأسفر هجوم رتل الإرهابيين مدججين بالسلاح في عدة سيارات وعشرات الدراجات النارية عن مقتل 11 عسكريا وإصابة عسكري واحد بحسب بيان صادر من وزارة الدفاع أورده التلفزيون العام. ونشر الجنود المستهدفون لضمان سلامة آلاف القرويين الذين عادوا إلى منازلهم بعد مذابح راح ضحيتها عشرات المدنيين على أيدي الجهاديين مفترضين. وكانت الحكومة النيجيرية قد أعلنت حدادا وطنيا لمدة 48 ساعة بعد مقتل 69 قرويا من أفراد قوات الدفاع الذاتي في هجوم بمنطقة تلابير قرب الحدود مع مالي. والمنطقة الواقعة في منطقة المثلث الحدودي مع بوركينا فاسو ومالي شهدت منذ بداية العام عدة هجمات جهادية دامية. انطلقت مناورات ذو الفقار للجيش الإيراني في جنوب البلاد بمشاركة وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بالجيش. وتم تنفيذ المراحل التمهيدية والتدريبية من مناورات ذو الفقار 1400 للجيش الإيراني في الأيام السابقة، وتقام المراحل الرئيسية والتشغيلية لهذا التمرين المشترك بمشاركة وحدات القوات البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي على مساحة كبيرة تزيد عن 1,000,000 كيلومتر مربع جنوب شرق البلاد. وأعلن الأدميرال محمود موسوي المتحدث باسم مناورات ذو الفقار 1400 البرمائية الإيرانية عن تدمير أهداف عائمة بصواريخ مضادة للسفن عبر مقاتلات من طراز 4F. وأجرت والمناورات الإيرانية عمليات التزود بالوقود الجوي من خلال طائرات الصهريج، حيث أكد الأدميرال موسوي أن تلك العمليات تمت باستخدام صواريخ مطورة من الجيل الجديد لصواريخ جو أرضي. في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة، نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقر إقامته في بغداد. ووقع الهجوم الذي لم يسفر عن إصابات على ما يبدو في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقدت في 10 من أكتوبر مع رفض الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران ومنضوية في القوات المسلحة، النتائج الأولية التي
بيّنت تراجع عدد مقاعدها. وقالت قيادة العمليات المشتركة إن رئيس الوزراء تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مكان إقامته في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، مؤكدة أنه لم يصب بأذى وهو بصحة جيدة. وتتعرض هذه المنطقة المحصنة في وسط العاصمة العراقية أحيانا لقصف بصواريخ في هجمات لا يتبناها أي طرف، لكن غالبا ما تتهم واشنطن فصائل الموالية لإيران بالمسؤولية عنها. أنارت الأضواء العاصمة النرويجية أوسلو بمناسبة مهرجان الأنوار، حيث توهجت الأعمال الفنية القائمة على الضوء خلال ليلة الشتاء في جميع أنحاء المدينة. وشهد المرفأ والساحة الرئيسية العديد من الأعمال الفنية التي تهدف إلى تسليط الضوء على بعض القضايا التي تواجه العالم في الوقت الحالي. وفقد أراد الفنان نيكولاس بولوزي المشاركة في مهرجان لإيمانه بالمعرض، كما شعر السكان والزوار بأهمية العروض في المساعدة على التخلص من كآبة الشتاء التي تسيطر على الأمكنة في النرويج. وتأسس مهرجان الأنوار بأسلو على أمل استقطاب الناس والفن إلى الشوارع خلال الفترة التي يشتد فيها الظلام في النرويج قبل أن يهطل الثلج ويغطي المدينة والمناظر الطبيعية. وتعد هذه النسخة هي الثانية من المهرجان. نهاية لنشرة هذه المساء إليكم أبرز العناوين. إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. بدء انتخابات إدارات الضواحي في الإقليم الأوسط. تخريج الشباب من دورة تدريبية في هندسة الصوت. مقتل 11 عسكريا وفقدان 9 آخرين في هجوم نفذه جهاديون غرب النيجر. انطلاق مناورات للجيش الإيراني في جنوب البلاد. ونجاة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتياله. انتهت النشرة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، وهذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.